الحمد لله الحمد لله القدوة والصبر خير الحمد لله صافي ماما الحمد لله صافي ماما الحمد لله الحمد لله ما نعسش لأن ماما ما عرفتش ما يجي شجاعة. الولادة هي بداية الحياة، ماشي غير للمولود فقط ولكن حتى للأم. انتظار الحمل وألم الولادة كتكمل بفرحة سماع صرخة المولود. هذا حال بزاف ديال الأمهات والآباء الجداد، خاصة للي كيتسنى هذه اللحظة بفارغ الصبر. كتحتار الأم كيفاش تهزو، كيفاش تطعمو وتبدل ليه حويجاته وكيفاش تلعبو. وفي هذيك الليلة بعد صلاة العشاء كيجيو حفظة القرآن العقيقة باش يقراو بعض سور القرآن والدعاء للمولود ووالديه. فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلال البيع إلى الأرض قاربا مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا مغشي وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرب الغيب ما بشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المولود الجديد كنز غالي بالنسبة للأم، خاصة إذا كان مولودها الأول. هي كتدوي معاه وكأنه كيفهم كل حاجة، كتهمس ليه في ودنه بكل ما كتشعر به، وهذا انطلاقا بما هو معروف بأن الطفل كيميز صوت الأم. بزاف ديال الأمهات كيصدقوا بأن المولود الجديد كيفهمهم وكيبادلهم المشاعر. كتحكي ليه قصة الانتظار الطويلة، مخاوفها وشوقها ليه قبل ما تعانقه. كتعود ليه أرق الليالي وكتغني ليه أغاني الصغار وحجايات الجدات اللي وجدتها لهذه اللحظة. كتحاول توصف فرحتها ملي كتسمع صراخه، لكن كتلقى راسها عاجزة ملي كتشوف ابتسامته وأصواته البريئة. هو بحر من المشاعر المخلطة، كتديها وتجيبها أمواج وهي معانقة الرضيع ديالها، مشاعر ما عندهاش حد كتجدد يوم على يوم. عندنا الماء